بس اسمح لي قبل أن أجيبك يعني بعض التعليقات على ما ورد بكلام ضيفك من السعودية. نعم. أولا يعني السفير السبهان لو تراجع سيرته المهنية حماية لديك، حماية الكينغ وزير الدفاع البريطاني، حماية 3 رؤساء أركان جيوش أمريكية، حاصل على وسام من الولايات المتحدة جراء خدماته الأمنية لتقديم الحماية لهؤلاء القادة الأمريكان والإنجليز. هذه سيرته المهنية، وهو مختص بالشرطة العسكرية وعنده شهادة من جامعة نايف بقضايا الشرطوية والاستخباراتية العلوم الأمنية. هذا السفير كان نائب ملحق في بيروت وأرسل، بعدين صار ملحق وأرسل سفيرا إلى العراق. ليس مصادفة أن يتم اختيار شخص بائس مثل هذا لكي يمثل بلده بالطريقة التي مثل، وهو ليس مختصا في الدبلوماسية. إذا لماذا قبلته الحكومة العراقية إذا كان لو سمحت لي، لماذا قبلته الحكومة العراقية إذا كان يحمل هذه الخصائص التي نجي على هذا، بس اسمح لي أرد عليه. اسمح لي أرد عليه. هذه سيرته، يعني ما جايبها من جيبي، يعني هذه سيرته المهنية. رجل حمايات للأمريكان والإنجليز، واحد مجند بالطريقة المعروفة يعني، وهو حاصل على أوسمة أجنبية. المهم يقول إيران، إذا عندكم مشكلة مع إيران عالجوها في بلدكم بينكم وبين إيران. لديكم حدود بحرية واضحة وقريبة جدا من إيران مع قاسم سليماني. ماذا يفعل لديكم؟ بإمكانكم تصفية الحسابات، لكن مو على الأراضي العراقية، مو على الأراضي العراقية. هذا واحد. قاسم سليماني يتمشى. يعني دكتور حمدان لو تسمح له يتكلم لو سمحت. وأنتم تدخل. أنا ما قاطعتك. تفضل. يكون صدرك واسع واسمع الكلام. أنت الآن في حوار أمام الناس، أنا ما قاطعتك، خليتك تتحدث براحتك. تدخلاتكم في اليمن وضرب الحوثيين بطريقة إثنية ومذهبية حقيرة بكل تحالفاتكم هذه، وقتل شعب لأنه يدافع عن نفسه، وعندهم مشاكل بيناتهم اليمني. ايش دخلكم باليمن؟ ذهابكم للبحرين، تدخلكم الآن في ما دخل هذا الآن في داخل سوريا. ماذا يسمي هذا العالم؟ ما دخل اليمن ماذا يسميه؟ من أنتم لترسموا المنطقة؟ من أنتم حتى ترسموا سياسة المنطقة بطريقة السلاح؟ احنا نعرف الجيش السعودي 150,000 واحد وفاقدين إرادة القتال. نجران وعسير وجازان سقطت بيد الحوثيين يا رجل، وأنتم الآن تتحدثون بعنتريات وعنجهية كأنكم يعني مقدمة لا أعرف عن ماذا نتحدث. عندكم فلوس نعم، لكن ليس عندكم رجال. يا عزيزي خلينا نلتزم بالسؤال. سأوقفكم لحظة، نأخذ فاصل مشاهدينا وحاصل ونواصل هذه الحلقة من ساعة حتى يبدأ الضيفان.